هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بما اني احنا خدنا الاجازه بس انا لسه ما خدتهاش. بس في وقت، فانا قررت النهارده اعمل لكم فيديو عن الاسعار، المنتجات الموجوده هنا، وهل هي غاليه ولا لا. فاحنا النهارده هندخل مع بعض سوبر ماركت، هنشوف اسعار المنتجات ونقارنها ما بين مصر وهنا ونشوف ايه الاغلى. فكملوا الفيديو. طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو.
بما ان انا روحت وخلصت خلاص الفيديو اللي انا عملته لكم، وعملت كمان الفيديو بتاع الاسعار، تعالوا دلوقتي نتفق مع بعض ان انا ممكن اعمل لكم فيديو ريتنج. لو انتوا عاوزين ان احنا نحط ميزانية معينة ليوم مثلا، ونشوف ان احنا هقدر ان انا اصرف المبلغ ده في يوم معين. بس اكتبوا لي في الكومنتس ايه المبلغ اللي انتوا حابين نعمله، اكتبوا بالعملة بتاعتكم وانا هحولها للروبل. بعد كده نعمل فيديوهات ونشوف هل المبلغ ده اقدر اعمل بيه اكلة ليوم ولا لا. ودلوقتي تعالوا نفضي مع بعض اللي انا جبته علشان تبقوا عارفين وواعيين معايا. ادي الشيك يا جماعه، بيبقى فيه اوقات بيدونا كوبون خصومات، يعني ده كوبون خصم 20% على اكل القطط والكلاب، فده ممكن ينفعني. بيبقى الكوبون مدته يومين، فده اخره لحد يوم 1/8. بعد كده في كوبون تاني عليه خصم 20% على الحاجات اللي هي بتاعة الأسنان، العناية بالشعر بالبشرة، الحاجات دي عليها خصم 20%. وده عندنا الشيك ذات نفسه اهو. تعالوا نفضي الحاجة اللي جبتها. أنا جبت 3 أكياس عيش من ده، أنا بحب أحمصه على الفرن بيبقى لطيف قوي. وجبت العيش زي العيش الشامي لأن أنا عاملة مسقعة فهيبقى بيرفكتو معاها. جبت الوافل دي، الوافل دي انا بفطر بيها الصبح مع كوبايه الكوفي، بتبقى روعه. اكل القطه حتى هو واقف ورا مستني الاكل بتاعه، ده الاكل بتاعه اهو. سيري ده سيري، ده هو فرد من العيله يا جماعه لازم تعرفوه. اطلع يا سيري. ده ادي اكل القطه. بعد كده جبت بنجر واحده زي ما وريتكم، احنا بناخد وبنختار. لو انا كنت في سوبر ماركت اكبر، وطبعا يا جماعه انا كنت في المكان ما كنتش عارفه اتكلم قوي، على شكل المكان صغير، السوبر ماركت اللي حوالين بيتي صغير. لو كان المكان اكبر من كده كنت هعرف ان انا اتكلم واتعامل اكتر، فانا هحاول المره الجايه نروح سوبر ماركت اكبر عشان اعرف اتعامل. وده علبه الجبنه، شبه علبه جبنه مصر بس دي مش مصريه. كان في علبة فيتا ولكن حاليا بطلت اشوفها، بطلت تنزل، فما اعرفش ايه اللي حصل، بس هي شبهها يعني بتمشي الغرض. واللبن، وطبعا انا حبيت ان انا اجيبه عشان بتاريخ النهارده يوم 30 النهارده، فلسه هيقعد معايا شويه وقت. بس كده وبكده يكون خلص فيديو النهارده. طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. وطبعا الريلز الصغير اللي انتوا بتعوزوه على العادات والتقاليد واللغه وكل ده هينزل على الانستا، وهنزل هنا لو قدرت. فعشان كده ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا عشان تتابعوا كل جديد. لو عندكم اي سؤال تقدروا تسالوني هناك. وبس كده وبكده يكون خلص فيديو النهارده. كانت معكم مونيكا.